عشان نعمل الفلفل الأحمر الحار في البيت ونطلع هريسة عربية مظبوطة في نفس الوقت من غير مواد حافظة وتعيش معانا من السنة للسنة واحنا مطمنين ونأكلها لولادنا واحنا مطمنين. في شوية تركات كده طبعا لازم نعرفهم، لأن طبعا معظم أكل المصانع أو كله بصفة عامة بتحط عليه مواد حافظة عشان يعيش معانا من السنة للسنة. احنا هنا هنعمله من غير مواد حافظة وهيقعد معانا من السنة للسنة. ولكن لو أول مرة تابعوني انزلوا اعملوا اشتراك ولايك عشان يوصلكوا كل جديد. هناخد الفلفل الأحمر الحار بتاعنا، طبعا هنغسله غسلة كويسة، وبعد كده هنطلع كل البذور اللي جواه بقدر الإمكان. طبعا هنحضر معانا طبق تاني ونحضر معانا مناديل مطبخ، وهنشوف ازاي هنعمل الوصفة بتاعتنا بكل سهولة. هنحاول نطلع البذور دي على قد ما نقدر. طبعا بعد ما طلعنا كل البذور هنحاول اللي حابب ينفض كده البذور بتاعتنا، واللي مش حابب مش مشكلة. وفي ناس على فكرة بتشتري الراس بتاع الفلفل الأحمر وتسيبه زي ما هو ببذوره، وده برضك مش غلط، ولكن بعد كده ممكن يقلب لنا معدتنا. طبعا مش كل الناس. هنا هناخد الفلفل الأحمر بتاعنا، أهم خطوة فيه حضر مناديل مطبخ. طبعا احنا غسلناه ونضفناه، لكن طبعا في لسه عليه بلة مية بسيطة، فاحنا طبعا هننشفه، دي أهم حاجة. ينشف معانا كويس، ما يبقاش فيه مية نهائي. طبعا لما بينشف معانا كويس بيطلع معانا مظبوط وبيعيش معانا أكبر فترة ممكنة. هنا هنحط له مناديل مطبخ من تحت ومن فوق، ونحاول نمسح الفلفل مسحة حلوة. حتى لو هنمسكه قرن قرن نغسله غسلة كويسة ونمسحه مسحة كويسة، بحيث ما يبقاش عليه وسخ وفي نفس الوقت ما يبقاش عليه ولا نقطة مية. بس الغسيل ده يفضل اللي هو يتغسل قبل ما يتنضف منه البذور بتاعته والراس بتاعته. وهنا طبعا اللي بنشفه كويس باخده على جنب. طبعا لو عندنا كبة بتكون أفضل من الخلاط، ولو عندنا خلاط هنعمل فيه إيه؟ هنشوف مع بعض هنعمله إزاي في الخلاط. أهم حاجة نقطعه تقطيع كده، لأن إحنا لو سيبناه كامل إيه اللي هيحصل برضك؟ لو سيبناه كامل وحبينا إن إحنا ننعمه هينعم مننا ويبقى مية، هيبقى فيه مية كتير، وإحنا مش عايزينه مية كتير، إحنا عايزينه هريسة عربية، يعني بيبقى محبب شوية أو خشن بمعنى أصح. هنا هنجيب كمية برضك ما تبقاش كمية كبيرة في الخلاط. دي من أهم الحاجات اللي إحنا بنقولها، إن إحنا ننشفه كويس، وإن إحنا بنحط كمية ما نحطش كمية كبيرة. تقريبا نحط نص الدرق كده، ونحاول يا دوبك نشغل ونفصل نشغل ونفصل كده، ما نستمرش في التشغيل، نشغل ونفصل. ولو معانا معلقة ممكن نقلب الخليط بتاعنا كل شوية، نفتح عليه ونقلبه بحيث إن هو ما يعملش مننا مية زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد ما نعمل الكمية بتاعتنا كلها هنشغل عليه النار، هنبص نلاقي فيه يا دوبك هي كام نقطة مية كده، كام نقطة مية ده مكان ما احنا فرمناه. وبعد كده نحط عليه معلقتين ملح، واللي حابب ملح يبقى قليل ممكن يقلل في الملح شوية، ونحط نص معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة، وبس كده. تاخد بعد كده من الهريسة دي وتحط على الأكل يطلع معاك كويس. بس أهم حاجة بقى إيه؟ طريقة الحفظ بتاعته. طبعا اللي بيحب الحار ممكن يحط ده على أي وصفة أو على أي أكلة بيعملها في البيت أيا كانت هي الأكلة. والمخلل طبعا بيخلي المخلل جميل جدا وبيحافظ عليه كمان. هنا بنحاول بقدر الإمكان ما نخليش فيه مية نهائي، بنسيبه على نار متوسطة أو هادية حوالي 10 دقايق بيطلع كل المية اللي جواه. هنا بنجيب منديل بتاع المطبخ برضك ما يكونش ليه ريحة، ما يبقاش فيه ريحة نهائي، ونحط شوية على المنديل شوية من الخل. وبعد كده نمسك البرطمان بتاعنا نمسحه مسحة حلوة بالخل. أهم حاجة نمسحه من جوه ومن بره. وبعدين كده نحط حوالي 5 6 7 معالق من الزيت في أرضية البرطمان. والفلفل الأحمر بتاعنا حار، هنمسك الفلفل الأحمر بتاعنا الحار وهو سخن كده، ونبدأ ننزل في البرطمان بتاعنا. طبعا الكمية اللي احنا عملناها دي تقريبا كيلو، أو هي كيلو مش تقريبا كيلو. هننزل في البرطمان بتاعنا لغاية لما نملاه، هنسيب بس جزء بسيط كده عشان هنحط على وشه زيت من فوق، ونسيبه شوية نحس اللي هو برد مننا شوية كده. وبعد كده هنغطيه ونسيبه عندنا في التلاجة، وناخد منه يمشي معانا السنة كاملة وما يجرالوش أي حاجة. ولكن أهم حاجة التفاصيل